يا صباح الفل، صباح العسل، صباح الشربات، صباح كل حاجة حلوة. وحشتوني وحشتوني، يا رب أكون وحشتكم. انتوا بجد وحشتوني جدا جدا جدا. فيلا بينا نشوف بقى كركبة ما بعدها كركبة. بس ايه، عايزة اقول لكم خليتها زي الفل، وهتشوفوا النتيجة في الاخر وانتوا هتقولولي يعني برافو عليكي اللي انت عملتيه. اي حد يا جماعة بيتعب في حاجة بيعملها بايده بجد بيلاقي النتيجة في الاخر. فيلا بينا نشوف النتيجة هتكون في ايه. وصباح النشاط وصباح الحماس وصباح كل حاجة جميلة جميلة وحلوة قوي قوي قوي. فيلا بينا النهاردة بقى هنعمل أوضة النوم الجميلة الحلوة دي. فيلا بينا هنشوف هنعمل فيها ايه، وهنروقها ازاي، وهنفرشها ازاي. بصوا، انا معاكم النهارده يوم طويل جدا، والنظافه يعني هتلاقوا احسن من كده. خليكم معايا، اهم حاجه تشتركوا في القناه وتعملوا لايك جامد. ويلا بينا نشوف بقى هنعمل ايه ويومنا ماشي ازاي. وصباحكم فل وعسل وياسمين وسكر. يلا بينا النهارده هنبدأ بقى زي ما احنا شايفين بالتسريحة. التسريحة انا نضفتها وخليتها زي الفل ومسحتها، وهنبدأ نرصها مع بعض. فيلا بينا هنشوف بقى خطوة خطوة مع بعض. السلم ليه محطوط هنا؟ عشان عملت حاجات في الدولاب كتير وشلت وحطيت وطلعت ونزلت. بجد بجد انا عايزه اقول لكم انا الاوضه دي تعبتني قوي، والنتيجه انتوا هتشوفوها بعينكم. فعايزه بقى كل حبيباتي وكل حبايبي وكل صحابي وكل اخواتي اللايك الجامد بقى تشجعوني، واللي ما اشتركش يا ريت يشترك. ومستنيه منكم كومنتات حلوه ودعوه حلوه، وكملوا معايا بقيه الفيديو. وعايزه اقول لكم فيديوهات الانتساب، بصوا بامانه جامده جامده من الاخر. كله اتصور، كله هينزل بكره الصبح. يعني هم هيتحملوا طبعا بالليل، وعقبال ما يتحملوا بقى كل الفيديوهات وكده هتبقى كلها الصبح. جميله جميله جميله. فبشكر طبعا كل الناس واخواتي وحبايبي اللي موجودين في الانتساب. واي حد مش موجود خشوا على ضمانتي، مش هتندموا خالص خالص. واللي مش موجود واللي مش عايز يخش انتوا اللي خسرانين. ليه؟ عشان في جامد حاجات جامده من الاخر. يعني بصوا من الاخر من الاخر. فكل فيديوهات الانتساب بتاعتي كلها مفاجآت، كلها حاجات حلوة جميلة. وطبعا كل من على المستوى بيبقى فيديوهات عالية عالية عالية. فمستنياكم كلكم تشرفوني وتنوروني يعني ان انتوا تحمسوني، تدوني حماس كده ونشاط بكلامكم الحلو. طبعا انا بشكر كل الناس اللي موجودين في الانتساب، هم مش متاخرين خالص على كل كومنتاتكم الحلوه الجميله الخطيره اللي بتفرح قلبي. فيلا بينا تفرحوا قلبي بقى كده، وشوفوا الفيديو ده للاخر ونشوف هنعمل ايه. انا هنا بحب الوايبس امسح بيه بقى الازاز، بمسح بيه الحاجات دي عشان بيخلي المرايات بتلمع. والاوضه دي صراحه عايزه اقول لكم كلها مرايات رخمه قوي. فعلى مين انا نظفتها وخليتها زي الفل. هتشوفوا دلوقتي النظافه كلها وهنعمل ايه. فهنا بنعمل التسريحه مع بعض اهو، وننضفها حته حته ونمسح حته حته ونمسح كله كله كله، ونبدا بقى نرصها تاني. قولولي بتشوفوني منين؟ انا لازم اعرف الناس اللي زي العسل وزي السكر دول من اني بلد. اكيد كل البلاد حلوة وجميلة وكلهم اهل كرم، بس انا حابة ان انا اعرف. فاكتبولي انتوا منين، وقولولي ادوني اقتراحات لو عايزين وصفة حلوة، عايزين اكلة حلوة، عايزين اي حاجة. مستنية منكم اقتراحات حلوة كده عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض. بس كده انا بدأت بقى ان انا امسح الحاجة اللي برضو اللي موجودة. وكل الحاجة اللي موجودة على التسريحة طبعا اتمسحت وكل حاجة، ونركناها على جنب على اساس ان انا لما هنا همسح والمع وكده هفرش على طول وهشوف هعمل ايه. دي بقى رخامة تقيلة جدا جدا موجودة، انا مكنتش عارفة انها بتتحط ازاي، بس خلاص انا يعني عرفت كده انها بتتحط كده برضو هتتمسح وهتنضف اهو. بصوا انا شغالة كل حاجة بوايبس، اي حاجة بوايبس هتلاقوها موجودة.
وهنا نمسحها بقى مع بعض. وعايزه اقول لكم انا دلوقتي مبقاش يهمني ضيوف غير ضيوف، اي حد يجيلي، لا يا جماعه عايزه انضف شقتي واخلي شقتي زي الفل وانضفها، وانضف برضو الشقه هنا وانضفها واخليها زي القشطه. رميت بقى الوايبس ده في الباسكت وهرجع نشوف بقى نكمل الحاجه بقى. بصوا بقى المفارش لما تحطوا بقى مفارش حلوه تنطق الحاجه بتاعتكم بجد بجد، هتحسوا باختلاف رهيب جدا في الحاجه اللي انتوا بتفرشوها. حتى لو كانت الحاجه حلوه وجميله، لكن لما تحطوا المفارش بتاعتكم وتكون مفارش رقيقه ما تبقاش مقفوره قوي، هتحسي باختلاف رهيب جدا جدا. اهو بصي كده حطينا المفرش ده اهو، وهنبدأ نحط المفرش التاني بقية الطقم هنا ناحية دي وبقية الطقم الناحية التانية. بصوا بقى شفتوا منظر التسريحة كان عامل ازاي؟ بصوا بقى لما حطينا المفارش بتاعتنا بقى منظرها عامل ازاي. قولولي ايه رأيكم بقى في نظافة التسريحة النهاردة. عايزة اقول لكم طبعا لو عايزين تكملوا بقية الفيديو قولولي وانا هبعت لكم بقية الفيديو تشوفوه. شايفين بجد خطير خطير خطيرة. بقت التسريحة شكلها اختلف. نبدأ بقى أرص الحاجة اللي كانت محطوطة كمكياجات برفانات، أي حاجة كانت محطوطة هنبدأ بقى نحطها اهو. عارفين أنا يعني الواحد بدأ إن هو ياخد قرار. عارفين اللي يعني أي حد ما بيقولك إيه بيقولكوا إيه يعني اللي ما بيخليش باله من نفسه، او اي انسان بيصعب عليكي، او اي انسان اكيد كل واحد بيبقى ليه مشاعر، وان انت ممكن حد يصعب عليكي ممكن طبعا وتساعدي اي حد. لازم اي انسان يلاقي حد محتاج فعلا يساعده باي حاجه، زي بيساعده معنويا ماديا لو يقدر. يعني ربنا يجازيكم خير اذا عملتم كده. بس عارفين لما الإنسان يجي يعمل كده على حساب نفسه الموضوع بيبقى صعب جدا جدا جدا. وأنا واثقة إن في ناس كتير هتبقى زيي. فعن تجربة ما تخلوش يعني حبوا نفسكم الأول قبل ما تحبوا الآخرين. أنا كان الموضوع ده بالنسبة لي ما كانش يفرق معايا خالص، واللي هو أنا لأ ما أحبش نفسي، أنا أسيب نفسي أنا للآخر وبعدين أحب اللي حواليا والآخرين، وبعدين أنا بفكر في نفسي أنا في الآخر. فأنا ما كنتش مقتنعة خالص خالص بأي حد يقول لي كده لأ إيه حبي نفسك. فكنت بشوف بجد الناس بقى لا، في ناس صعبة بجد اللي هم بيحبوا نفسهم لدرجة ان ممكن يأذوا الناس اللي حواليهم بحبهم بنفسهم لنفسهم. فانا لا، انا خدت قرار انا مش هعمل كده. بس يعني خليت مسكت العصاية من النص زي ما بيقولوا. لا، تحبي نفسك، وفي نفس الوقت بعد ما تحبي نفسك انت اولا وبعد كده تحبي الاخرين ثانيا. لكن ما تخليش انتي في المرتبة الأخيرة. أنا كنت حقيقي كنت بسيب نفسي أنا في المرتبة الأخيرة، إن أنا أحب نفسي في المرتبة الأخيرة. لما أحب الناس اللي حواليا وأساعدهم معنويا وماديا وكل حاجة كل حاجة، فالدنيا طبعا بتختلف. وحطوا تحت كلمة معنويا دي 100,000 مليون خط، لأن الإنسان لما بيلاقي حد جنبه يعني بيساعده. فموضوع صعب هنكمله معاكم في الفيديو الجاي. يلا بينا نخش المطبخ ونشوف هنعمل ايه النهاردة. قلت اعمل معاكم شوية بانيه حلوين كده. هنا كنت طبعا متبله غسله البانيه بالمحلول بتاعنا اللي هو الملح الليمون، وسبته في المية شوية حبة صغيرين علشان البانيه مش زي الفراخ واللحوم وكده انها بتاخد وقت انها ممكن تتهري منك. وبعدين انا شوية حاجات بقى كانوا توابل وكده اتجابوا، فبتحطوا بقى في العلب بتاعتهم وبالغطيان بتاعتهم تتشيل كده زي ما احنا شايفين. وهنكمل بقية الأكلة دلوقتي معاكم.
ودي كانت حاجات جاية خضار بقى وشوية سمك كده حلوين يستاهلوا بقكم. فهكمل معاكم بقية الأكل، أنا حبيت أوريكم بس الحاجات اللي موجودة وكده. فهنا بقى هنجيب البانيه بتاعنا زي ما احنا قلنا محلول، غسلناه حلو قوي 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 عشان نضيع الزفرة بتاعته. وبعدين لو عندك كبة بقى اشتغلي بالكبة، هتجيبي بصلتين حلوين كده وتفرميهم فرم حلو قوي قوي قوي. اهو بصي، لما تفرمي مع كده تفرميهم هيشرب. وخلي بالك لازم تسيبي البانيه يتبل في التتبيله بتاعته دي على الاقل ساعتين 3 علشان يشرب من طعم البصل، لان هو ده البصل اللي بيديله طعم. فسهلي على نفسك. طبعا لو عندك كبه اعملي كده، ما عندكيش خلاص استعملي المبشره اللي زي دي على طول، بس خلي بالك احسن تتعوري. كده اهو بشرنا كل البصل اللي موجود. وحطيناه كده في طبق، هنحط عليه التوابل بتاعتنا، شوية البصل بودر، شوية الفلفل الأسمر، شوية ملح. عشان تحطوا توابل حطوا، أنا الواحد بيكتفي بكده يعني. أهو الفلفل الأسمر بتاعنا، بس كده. والمفروض تدعكي بقى كل ده. أنا عايزة منك ان انت تدعكي كل البصل ده في التوابل علشان يشرب من التوابل لما تحطيها في البانيه. كل التوابل دي اللي بيشربها من البانيه. اي توابل بقى انت عايزه تحطيها براحتك، دي حريه شخصيه حسب بقى ما انت متعوده. اهو بصوا. حطينا كل البصل، بصي التتبيله بقت عامله ازاي. البصل انا عايزاه كده، فلما تعمليه في الكبه هيريح طبعا عليكي كل ده. وادي البانيه بتاعنا مغسول وحلو وخطير وجميل. عايزاه سبايسي حطي شويه شطه، مش عايزاه ما تحطيش. ونبدا نحط حته حته كده ونملاها بالتتبيله ونركنها على جنب. حته حته نملاها بالتتبيله، تسيبيها بقى ساعتين 3 في التتبيله. بصي بجد بجد خطيرة خطيرة خطيرة. طبعا انتي عندك مثلا اطفال عايزة تقللي القطعة ما تبقاش كبيرة معاكي، اعملي كده. إيه لا القطعة كويسة، انتي بتحبي القطعة الكبيرة، يبقى خلاص خلق حسب ما انتي احتياجك هيكون ايه اعملي. بس كده هنمسك بقى ايه، ادي التتبيلة اهي، ونحط كل البانيه اللي محطوط هنا وتمليه وتركنيه، تمليه وتركنيه. هنخلص كل الكمية اهو مع بعض، نشوف هنعمل ايه. طبعا تكملة الفيديو ده موجود في القناة التانية، روحي القناة التانية وهتلاقي تكملة الأكلة دي. لو عايزة أي أكل معين ياريت تكتبي لي كومنت ونعمله على طول مع بعض. فلو وصلتي لحبيبة أختك لغاية هنا أنا بشكرك جدا جدا إن أنت وصلتي لغاية هنا. لازم تعرفي إن أنا بحبك أوي أوي أوي، ويا رب تكوني بتحبيني زي ما أنا بحبك. قومي وتشجعي وشوفي وراكي إيه، اعملي أكلة حلوة لعيالك، وانتظريني في كل يوم وصفة جديدة وأكلة جديدة. وبحبك وأقولك سلام، باي باي.